هذه المرثية مقدمة من خال المغفور له علي أحمد محمد الصعدي وجميع الأخوال بيت الصعدي وبيت القياضي إلى المغفور له بإذن الله فواز محمد عبد الله الجايفي الذي وافاه الأجل بعد المرض الشديد والعلاج في القاهرة، كما يعزون أنفسهم وكل أهل الفقيد بهذا المصاب الجلل رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والتي تعبر بما فيها وكما هي مقدمة من الأخ قاسم شايع والأخ أيمن الجايفي إلى أسرة المرحوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا قهري قلبي على فواز ابن الحلال، يا جاي في نسل من تلك الرجال الأصيلة. مات الذي كان نشمي ما شابه مثال، في العز والقبي الإنسان كل فضيله. تم التسجيل والمكساج في استديو المهندس عبد الرحمن شاهين. يا الله يا من إليك الأمر في كل حال، يا عالم السر في كل الظروف الثقيلة، أرجوك وادعوك يا رحمن يا ذو الجلال، اغفر وارحم لمن قد مات واعلن رحيله. وبعد يا هاجسي هات القوى في الجزال، عبر عن الحزن في قلبي وقاتم دليله. علي بن أحمد يقول قلبي تقطع وصال، على البذل جيد فواز يوم عدت سبيله. قد كان وفاته علينا فاجعة يا رجال، حطت على روسنا وما استطعنا نشيله. موته يهد القلوب من قواته والجبال، ويزلزل الشامخاتها العالية في الطويلة. يا قهر قلبي على فواز ابن الحلال، يا جاي في نسل من تلك الرجال الأصيلة. أعز نفسي بموتك يا كريم الخصال، وعز كل قربك والدمع ينزح بسايله. وقدم المرثيه مني ومن كل خال، للأهل كامل بموت الهيم ذي ما مثيله. أرثي الكبير والصغير كل الكبر والعيال، إلى بنى الجاي في توصل وتعبر نقيله. مات الذي كان نشمي ما شابه مثال، في العز والقبي الإنسان كله فضيله. من بعد ما كان بالأوجاع شال الثقال، وتحمل الغلب في هذه الحياة الذليلة. جاه المرض هد جسمه قطعه لا وصال، وذاق منها الوجع ذي زاد منه عليله. سافر إلى القاهرة وانا معه في المجال، لكن أتى الموت شال الروح والله وكيله. جاه الأجل والقدر محتوم ما به جدال،
إذا نزل شلل الروح والرجوع مستحيلة. الله يضيب ثراك فأوازي بعد الرحال، ويسكنك جنته ذات القصور الجميلة، ويلهم الكل بالصبر الجامل ذو الجلال، فيما قضاه نحمد فيه كل يوم وليلة. والختم صلوا على طه ختم المقال، والآل واصحابه الأخيار منا جزيلا.